سلام بنات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم كلكم بخير وعلى خير. واش كتقلبي على بدائل صحيه ديال الدقيق الابيض اولا دقيق بدون جلوتين؟ بغيتي تطبخي الحلويات ديالك في هذا العيد اولا تصوبي الخبيزات صحيين بلا ما تضحي بالمذاق؟ اجي معايا اليوم، غادي نشارك معك 5 الانواع ديال الدقيق الصحيه بدون جلوتين، وتقدري تلقاهم بسهوله في الدي ام، في السوبر مارشيات الاخرين. ماشي ضروري الدي ام، كاينين في جميع السوبر مارشيات. وصدقوني هاد البدائل غادي يبدلوا لكم مطبخكم 180 درجه. هاد الدقيقات ماشي غير خاليين من الجلوتين، ولكن غنيين بالبروتين، الالياف، المواد الغذائيه اللي كيحتاجها الجسم ديالنا. يعني نقدروا نديروا الخبز، الكيك، بانكيك صحي بلا احساس بالذنب. خليكم معايا حتى الاخير، حيت غادي نوريكم شنو افضل دقيق لكل وصفه والفوائد ديالو وكيفاش نستعملوه بسهوله في المطبخ ديالنا. وربما تكتشفوا معايا نوع من الدقيق اللي ما عمركم ما جربتوه من قبل. بنات غادي نبداو ديريكت بهذا اللي كيبان لكم معايا. هذا دقيق اللوز. دقيق اللوز يا البنات غني بالبروتين والدهون الصحيه، مثالي للخبز والحلويات. دقيق اللوز يا البنات الفوائد ديالو عديده، غني بالبروتين، فيه دهون صحيه، فيه فيتامين اي ومغنيسيوم، ومنخفض الكربوهيدرات، مناسب للكيتو، الناس اللي كيديروا الريجيم، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الغده الدرقيه، السكر، الطنسيون. خطير يا البنات، كيليق الناس اللي دايرين الكيتو او لا لو كارب، اللي باغيين يعوضوا الدقيق الابيض بشي حاجه صحيه، مراضين، اللي ما مراضينش باغيين يعيشوا صحيين، اللي بغاو ينقصوا الوزن. خطير دقيق اللوز يا البنات. افضل استعمالات ديالو ديروا في الكيك، البسكويت والبانكيك. انا شخصيا هادو هما الاستعمالات ديالو. كاينين الناس كيديروا به ايضا الخبز، ولكن انا ما تعجبنيش في الخبز. غنشارك معكم الدقيق اللي تقدروا ديروا في الخبز. خليكم معايا. ملاحظة، كيعطي قوام ثقيل شوية، لذلك غالبا كيخلطوه مع دقيق آخر. مثلا تخلطيه مع دقيق جوز الهند أو لا دقيق الهافا. شوفي انت، المهم الدقيقات اللي كيعجبوك وتخلطيهم. غني جدا بالألياف يا البنات. خطير يا البنات هاد دقيق اللوز، ضروري تجربوه. بنات دابا غادي نشارك معكم كوكوس ميل، دقيق جوز الهند. دقيق جوز الهند اول حاجه بعدا الريحه ديالو كتحمق، ما كاينش اللي ما كيعجبوش دقيق جوز الهند اولا الريحه ديالو. دقيق صحي خالي من الجلوتين، وكيتم صنعه من اللب تاع جوز الهند. بعد ما ينشف وكيطحن، وكيعتبر واحد من افضل البدائل للدقيق الابيض، خصوصا للناس اللي باغيين ياكلوا صحي. فوائد ديالو غني بالالياف، كيساعد على تحسين الهضم والشبع لمده اطول. منخفض الكربوهيدرات مقارنه بالدقيق العادي، كيساعد على تنظيم السكر في الدم، الناس اللي مرضين بالسكر. مناسب للناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين واللي دايرين نظام كيتو او لا لو كارب. دقيق جوز الهند ديال البنات خطير خطير. يجيكم في الحلويات، يجيكم يتستخدم مزيان في الكيك، في المافين، في البانكيك، في البسكويت. وكاينين شي بعض انواع الخبز نقدروا ندخلوا فيهم دقيق جوز الهند، ماشي مشكل. غير هو بما ان دقيق الجوز الهند ديال البنات كيمتص سوائل بزاف، لذلك خاصك تستعملي كميه قليله من الدقيق وتزيدي البيض والحليب في الوصفه. كيتخلط مع انواع، غالبا البنات كيتخلط مع انواع دقيق اخرى، كيعطي قوام افضل. ديما نخلطوه مع دقيق اخر. اوكي، مثلا كيجي مع دقيق اللوز رائع، كيجي مع دقيق الهافا حتى هو كيجي مع زوين. المثال ديالو البنات، ديما خلطوه مع شي دقيق اخر. مثلا كنستعملوا دقيق الجوز الهند مع دقيق اللوز، وكنديروا 2 بيضات، شويه د الحليب، رشه القرفه، وكنخلطوهم نخرجوا منهم بانكيك رائع. نخلطوهم في المقله ونزيدوا يخرج واحد البانكيك صحي ولذيذ. قالت لي واحد الاخت عطينا مثلا شنو نديروا بهم، داكشي علاش دخلت اليوم في الفيديو. منها نعطيكم الفوائد والنصائح على الدقيق، منها نعطيكم وصفه اللي ما كيعرفش يتعامل مع هذه الانواع ديال الدقيق. رائع كوكوس ميل يا البنات، ضروري جربوه. بنات دابا غادي ندوزو لدقيق الشوفان. دقيق الشوفان الغني عن التعريف، القوام ديالو مثالي الوصفات الحلوه او المالحه. دقيق الشوفان يا البنات صحي، كيتصنع من طحن حبوب الشوفان، يمكن يكون خالي من الجلوتين الا كان الشوفان معتمد بدون جلوتين. شوفوا اش غادي قراو مزيان قبل ما تشريوه. كيعتبر من افضل البدائل للدقيق الابيض لانه مغذي وسهل استعمالات. الفوائد ديالو غني بالالياف،
خصوصا الياف بيتا جلوكان اللي كتساعد على خفض الكوليسترول. الناس اللي عندهم كوليسترول يا البنات خطير ليهم، كيساعد على الشبع لمدة طويلة وتنظيم الشهية أيضا. كيمنح طاقة تدريجية للجسم، لذلك مناسب للفطور. نديرو به خبيزات، حليوات، شي حاجه اللي كنفطروا بها اللي عزيزه علينا وميمطون صحيه. فيه معادن مهمه مثل المغنيسيوم، مثل الحديد، مثل الزنك، ونقدروا نستعملوه هي البنات. هاد دقيق الشوفان مناسب بزاف لعده وصفات، ماشي بحال الدقيقات الاخرين تيكونوا غير شي بعضين هي الحلوه، شي بعضين هذا هي البنات البانكيك، الكيك الصحي، البسكويت، الفافل، بعض انواع الخبز ايضا. دقيق الشوفان يا البنات عنده استعمالات عديده. شكون اللي يليق ليه؟ الرياضيين، اوكي، الناس اللي باغيين فطور صحي ومشبع، الناس اللي باغيين ينقصوا الدقيق الابيض، اللي ولا كلشي دابا باغي ينقص الدقيق الابيض لانه مضر جدا للجسم ديالنا وكيعطينا بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوش دقيق الشوفان اولا ما عندهمش الامكانيه ديال يشريو دقيق الشوفان، ساهل يا البنات، خذوا الشوفان العادي طحنوه في الخلاط حتى يولي مسحوق ناعم، وهكذا عندك دقيق الشوفان. هذا هو دقيق الشوفان الطبيعي. دابا يا البنات غادي نشارك معكم دقيق الحمص. دقيق الحمص يعجب الناس اللي كيعجبوهم المذاقات الشرقيه، النكهات الشرقيه. دقيق مميز، كيتم التصنيع ديالو من طحن حبوب الحمص اليابسه، كيتسمى احيانا بيسان، وفي المطبخ الهندي كيعتبروه واحد من افضل انواع الدقيق بدون جلوتين لانه غني بالبروتين والعناصر الغذائيه. الفوائد ديالو غني بالبروتين النباتي، لذلك مناسب للنباتيين. فيه الياف كثيره يا البنات كتساعد على الشبع وتحسين الهضم. مصدر جيد ايضا للحديد والمغنيسيوم، وكيساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. اوكي. كيليق للناس النباتيين، خصوصا النباتيين، الرياضيين اللي باغيين بروتين طبيعي، الناس اللي باغيين ينقصوا من الدقيق الابيض، واللي عندهم حساسيه للجلوتين. اوكي يا البنات، دقيق الحمص كيتستعمل بزاف في الوصفات مالحه، هذا ما كنستعملوش في الوصفات الحلوه، هذا تيجي مع الوصفات المالحه يا البنات. مثلا الفطائر المالحه، البانكيك المالح، خبز بدون جلوتين، تغليف الخضار او السمك قبل القلي نقدروا نستعملوا ايضا كباناد. وايضا كيتستعمل في الاطباق المشهوره مثل فطائر الحمص المتوسطيه. اش غادي نقول لكم يا البنات، النكهه ديالو خفيفه ديال الحمص كتناسب اكثر الوصفات المالحه. اوكي، كنصيحه شخصيه، عنده نكهه خفيفه ديال الحمص، لذلك نخلوه المالح والانواع اللي يجيو معاه. دقيق الحمص يا البنات نقدروا نصوبوه حتى هو في الدار، كناخذوا نطحنوا الحمص اليابس في مطحنه قويه حتى يصبح مسحوق ناعم. بنات دابا وصلنا لرايز ميل، دقيق الارز الكامل. هو كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالو، هذا جديد عند دي ام، يعني تقريبا عندهم دابا واحد 6 شهور، هذه من دابا شي عامين ما كانش. رايز ميل كنت كناخذه من البيو مارك، دابا ولا عند الدي ام حتى هو، خالي من الجلوتين، مصنوع من الأرز الكامل، مناسب لتكتيف الصلصات. وأيضا الدقيق الخالي من الجلوتين، متعدد الاستخدامات، ممكن لكم تستخدموه في الخبز، في الفطائر، وفي المعجنات الحلوة، وكعامل تكتيف كما قلت لكم للصلصات. رايز ميل يا البنات معروف بالفوائد ديالو. الأرز غني بالفيتامينات، بالمعادن وبالبروتين. الأرز ميل يا البنات غير هو رايز ميل ما يليقش للناس اللي عندهم الغدة الدرقية، هذه نحيدوه تنبراو ونشدو السيستم ديالنا عاد من بعد نستعملوه. رايز ميل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الغده الدرقيه يليق لهم بزاف. انا شخصيا كندير منه هي شويه، ما كنكثرش، وكنستعملوه في الحلويات. زائد يا البنات السر ديالو كنستعملو ايضا في الوصفات الطبيعيه ديال الوجه، خطير يا البنات. ايضا في الوصفات الطبيعيه ديال الوجه تقدروا تهزوا منه واحد المعلقه وديروه مع العسل او لا ناتوري يوغورت وديروه كماسك البشره ديالكم، وتيبقى ماسك طبيعي وميمطون يا البنات. راه كديروا حاجه اللي كتبيض لكم لي طاش في الوجه ديالكم. هاد الارز الكامل يا البنات راه خالي من الجلوتين، ما تخافوا منه والو. زائد فول كورن رايز، يعني ماشي الرز الابيض وانما فول كورن رايس. اوكي، الأرز الكامل.
كيف ما قلت لكم الاستعمالات ديالو متعدده. كيف كتشوفوا معايا انا صورت لكم من الدار، حتى هو ما كيخطانيش في داري. كاين عندي دائما ريزميل خطير عندهم يا البنات. وصلنا الى اخر الفيديو كما العاده. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. افضل بدائل دقيق بدون جلوتين اللي ماشي غير صحيه وايضا لذيذه وسهله الاستعمالات. جميع الدقائق اللي شاركت معكم رائعين. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم اللي مهتمين بالاكل الصحي، وكتبوا لي في التعليق شكون فيهم اول دقيق غادي تجربوه. ونشوفكم في فيديو جديد بوصفات صحيه ولذيذه. خليتكم بصحه وعافيه.